وإن تعددت الروايات فإن موت حليل وفعلة صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصي بمن معه من قريش وكنانة عند العقبة، فقال: نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه فغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عنه خزاعة وبنو بكر، وفارقوا مكة إلى ضواحيها. فبدأهم قصي وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا فيهم يعمر بن عوف، وكان أحد بني بكر، فقضى بأن قصيا أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة، فحكموا وكل دم أصابه قصي منهم موضوع يشدخه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخلي بين قصي وبين الكعبة، فسمي يعمر يومئذ الشداخ.